جولة خفيفة في المدينة البلاد في هذيك سورتو هذه الساحة، هذه الساحة شابة البلاد، تعجبني هذه الساحة. فيها هذيك كيما نقولوا البيوت الصغيرة هذه، كل منطقة كل بلد عندها الأكلة ولا الحلويات الخاصة بهذه المدينة. وكاين الشاي بأنواعه مثلا. تبغي تجيبني قاعد تصور سيري بهذه الكادر، هذه الكادر يعني لا فريش جي فود. هذا تاع افغانستان. هما عندهم العجين بزاف يقلوه، الزيوت تيتقاطع. عجوة، هذا العجوة ايس كريم. هذه تاع ايس كريم. هذا البور تاع شنو تاع لاكريم، ونحيت عليك الورد. حياكم الله. إلى الجليل قليلا وتسمى أيضا ببئر خاتم، وذلك لسقوط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعد من آبار الأثرية التي يعود تاريخها إلى العصر ما قبل الإسلام. تقع غرب مسجد قباء إلى الجنوب قليلا، وتسمى أيضا بئر الخاتم، وذلك لسقوط الخاتم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام فيها في عهد الخليفة الراشد العثمان بن عفان رضي الله عنه. ارتبطت البئر بالسير النبوية الشريفة، السيرة النبوية الشريفة، حيث جلس النبي صلى الله عليه وسلم في القف الحوض الماء الذي بين القرني البئر، وجلس عن يمينه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعن يساره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجلس عثمان بن عفان رضي الله عنه في الجهة المقابلة لهم، وبشرهم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بالجنة. هذا هو البئر البنات. قال لك الخاتم تاع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام طاحت هنا، ولحد الآن زعما ما صابوهاش، راحت. هذه جاية هنايا أنفاس المسجد قباء. هنا عليك أفضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وهنايا قال لك تنسب هذه الدار إلى الصحابي الجليل سعد بن الخيثمة رضي الله عنه من أن بني سلمة من الأوس، وهو من الشهداء
غزوة بدر. تقع الدار الجنوب غرب المسجد قباء ملاصقة له، وكان النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يستقبل زائريه فيها عندما قدم مهاجرا ونزل في قباء. وقد نزل في هذه الدار العديد من الصحابة عند هجرتهم إلى المدينة، منهم حمزة بن عبد المطلب، زيد بن الحارثة، وأبو مرثد الغنوي، وعبد الله بن مسعود، ودو الشاملين بن عبد عمرو، وسهيب الرومي، وبلال الحبشي، وغيرهم من الصحابة كرم الله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، حيث هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام للمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة. ذكر في القرآن الكريم في قوله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى. المسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. ووردت في فضله العديد من الأحاديث النبوية التي تحث على الصلاة فيه. جدد بناء المسجد قباء عدة مرات، وتمت توسعته في عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله.